الخير. الجو حر شوية، دوشة. أنا عاملة سويتين. أنا سبته مفتوح شوية لكن الصوت عالي قوي، فأنا هقفله عادي جدا و شغل التكييف عشان ليه لأ. بس أنا كنت عاملاه 18، نخليه 20 مثلا. طيب بصوا، المية نازلة على بتنزل على الحيطة وعاملة منظر مقرف جدا. انا مش عارفة اعمل ايه، التكييف ده تعبني. بصوا على حاجة حلوة بدل التكييف. انا معجبة بيها جدا، كل شوية اجي ابص عليها عشان بحسها كده واقفة في بيت كده ورايقة، برنسس كده. انا هفك الضفاير واعملها تاني علشان بس تعرفوا ان انا عشان خاطركم، بس عشان المنظر العام. امبارح كان يوم كنت بفكر فيه كتير قوي قوي قوي، فمكنتش عارفة اخرج خالص من الافكار بتاعتي. حاولت اعمل كل الحاجات اللي انا بعملها في العادي ما عدا ان انا انزل اتمشى، مع ان ده كان من اكتر الحاجات اللي بتساعدني، بس كان الوقت متاخر ومكنتش عايزه انزل برضو، علشان لما بنكون بنفكر في حاجات كتير بيبقى فكرة الحركة او الخروج من الحاجة دي بتبقى صعبة. فعملت بقى حاجة تانية، تركية تانية كنت بعملها دايما، او انا بعملها دايما يعني، هو ان انا اخد شاور، بس شاور طويل. وانا باخد الشاور ده بتخيل المية وهي بتنزل عليا كأنها بتنزل وتاخد كل الأفكار التقيلة، كل الأفكار السلبية بتنزل. عشان لو الأفكار السلبية دي كلها شحنات سلبية، المية انتوا عارفين ان هي بتعدي الكهرباء صح؟ ما بتعدي الشحنات، فهي تاخد بقى الشحنات وتنزل بيها، تنزل بلاعة تمشي خالص كل الأفكار السلبية أو كل الشحنات اللي احنا يعني نبتدي ريفرشت كده من غير شحنات، نبتدي بقى احنا نشحن نفسنا تاني. وكده كده برضو لما انا بنام، اصلا لما باخد شاور بالليل وبنام وانا واخده شاور، بنام احلى بكتير، احسن بكتير مما ببقى، خاصه لو غاسله شعري مش بس جسمي، فبنام احسن بكتير وبحس ان انا نومي يعني ديب اكتر. شايفين الفرق؟ شعري بيطول بس لما بفك واعمله تاني. فدي حاجه انا بجد بحس ان هي بتفرق معايا. بس بعدها بقى ابتديت احس ان انا مودي اتحسن، بغض النظر ان الشاور ده كان الساعه كام، الساعه تقريبا 3 بالليل او حاجه كده، بس برضو دخلت اخدت شاور طويل وغسلت شعري كويس. بس وانا بقى لما وببقى مش عايزه اي بريشر على دماغي وانا نايمه، عشان كده بعمله تفرتين. لو انا مش عامله كيرلي يعني، لو انا عامله كيرلي كده كده ببقى مسيباه وببقى لابسه عليه البونيه اصلا، فما بيبقاش فيه اي بريشر. بس لو انا مش عامله كيرلي بقى بعمله ضفيرتين، فعشان كده احنا طول فيديو النهارده ان شاء الله يعني نستحمل شكل الضفيرتين دول. وبعدين يعني انتوا عيله، انتوا مش اغراب، فمش مشكله يعني لما تشوفوني بضفيرتين. قربنا نخلص. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت طول وانا صغيره على طول كنت بطلب من ماما قبل ما اروح المدرسه ان هي تعمل لي تيشيرتين. بحبهم بطريقه مش طبيعيه، معرفش ليه، بحبهم قوي. واحده تخينه واحده رفيعه بس مش مشكله. عندهم نفس كميه الشعر، يمكن انا عملت دي جامد شويه. اه بس بقى شكلي مهندم شويه صح. هنعمل قهوه، كيلو السكر ده. القهوه المج ده اللي انا بعمل فيه دايما، خايفه احسن يتكسر. انا هجربه النهارده كمان، ولو حسيت باي خطر خلاص هبطل.
في حاجات انا طالباها موجوده بره عايزه ابقى اجيبها. هي لسه جايه من شويه. انا في العادي كنت دايما لازم اكل الاول بعد كده اشرب قهوه، بس اليومين دول بشرب قهوه على طول. شباب انتوا سامعين ميوزك ولا لا؟ بس كل ما اسمعها بحس ان عايزه اعمل كده. سيب ولعت النار. السكر انا كنت فاكره ان انا طلبت ربع كيلو، طلبت كيلو. بس مش مشكله. في حاجه بتتحرق تحت تقريبا، بغض النظر ملناش دعوه. الأغنية دي حلوة قوي. مش عارفة لو انتوا شايفيني بس انا محتاجة انضف، مش انضف يعني، اشيل بس الحاجات عشان احطها كلها هنا. هي كلها اصلا حاجات انا بستخدمها في الرسم، بس زبدة الترابيزة مش كافية. بستخدم الناحية دي كده عشان احط عليها الحاجات، بس كده دي بقت جاهزة للاستخدام مرة أخرى. اهو بصوا، انا مش عارفة اخر رسمة وريتها لكم في بعدها كتير، ما تقلقوش الحاجات دي بتمشي يعني، بس هي كلها الوان. انا وريتكم دي صح؟ في دي كمان، في دي، في دي، ودي، ودي. ايه ده، مكنتش عارفة انه في كل دول. دي باظت مني فعملتها تاني اهي، بس دي بقى لسه هكملها. انا في رسومات برسمها طبيعية خالص. وفي رسومات بيبقى ليها مود غريب، فبيبقى على حسب انا في مود ايه. بس انا بحب عامة ارسم رسومات خارجة عن النورمز، يعني اللي هو رسمة غير متوقعة، زي مثلا الايدين اللي طالعة من السما والحاجات دي. بس دي تحسوها كده يعني. بصوا دي مثلا، دي تحسوا ان هي يعني دي ليها اصلا فكرة ان هي الناحيتين، يعني انا رسمت النص ده اللي تحت ده الاول وبعد كده ده، فاللي هو كان النهار والليل. ولو ركزتوا شوية هتحسوا ان هي ليها يعني، دول حاسة ان هما ليهم طابع فرعوني شوية، ودول معرفش ليهم طابع ايه. بس في حاجات كده بتبقى على حسب المود يعني. بعد كده والرسمة دي انا كنت بجرب فيها نوع، بس يعني طريقة تلوين مختلفة عن اللي انا متعودة عليها. انا في العادي برسم حاجات واضحة وبعد كده بلون، لكن دي بقى انا قعدت الون الاول، كنت عايزة ادخل الوان غريبة مع بعضها، وبعد كده بقى قلت هشوف هتدي حاجة اصلا ليها معنى ولا ملهاش معنى. بس بعد كده حسيت ان هي فاضية من غير البنت دي فحطيت البنت. عشان انا لو ما حطيتش بنت ما هيجرالي حاجة. يعني دي تقريبا الرسمة الوحيدة اللي انا مش حاطة فيها شخص، بس ده علشان مليتها ايتمز يعني، مليتها حاجات تانية حسستني انه تمام يعني. واصلا السما دي يعني مش عارفة لو انتوا شايفين السما كويس، بس يعني دي الوان كتير مع بعضها عاملة كده، بس انا كنت عايزة اخلي في سما شكلها غريب ومفيش بحر لونه كده، فاهميني؟ دي بقى الحاجات اللي انا بحبها، انه
اعمل حاجات خارجه عن الطبيعي، وفي نفس الوقت بحب ارسم حاجات طبيعيه جدا، زي مثلا اللي هي البنت اللي نايمه في الاوضه دي. مفيش اوضع من كده، حاجه طبيعيه جدا جدا اهي، قاعده عادي جدا، قاعده في اوضتها، شباك، مفيش اي حاجه غريبه، تفاصيل، حتى كاريكاتيري اصلا. فما تفهموش بقى ايه اللي بيبقى في دماغي بجد يعني، هو على حسب المود بس. ودي برضو طبيعيه خالص، بنت قاعدة عادي هي وقطتها على الجبل بيتفرجوا على الغروب، حاجة عادية جدا. مش عارفة، على فكرة أنا قطتي نفس اللون ده بس فيها شوية أورنج ومنفوشة كده زيها بالظبط. ما قدرتش ألونها لون تاني، كنت حاسة إن أنا هبقى بخونها لو أنا لونت أي قطة أنا برسمها في حياتي لون تاني، مش هينفع. ودي برضو طبيعية نسبيا، طبيعية ومش طبيعية يعني، بس تمام. بس قلت بس أقول لكم عشان لو انتوا مستغربين حسي الفني يعني. ادمان. انا هخرج ادخل الحاجات عشان احطها في الثلاجه عشان مبقاش، بعد كده ارجع بقى استمتع بالقهوه. بصوا انا هجيب من بره واديكوا تاخدوا مني، ماشي؟ انا مش عارفه احطهم فين، مش بتساعدوني، مش بتساعدوني ليه؟ مش عارفه احط فين تاني، احطهم هنا على الارض. دي بس دي اخر واحده. انا ليه بنهج؟ علشان كنت ساندة الباب في نفس الوقت بجيب الحاجات ادخلها هنا عشان مش عايزه الباب يقفل. هو ده السبب، لانه في سناده ليه كنت ممكن احطها بس انا مبحبش امسكها. اهم حاجه انا كنت جايبه كابوريا فهي فروزن، فلازم احطها في الفريزر، عشان كده كنت مستعجله ان اخرج اجيب الحاجات. الحاجات التانية برضو المفروض تتحط في التلاجة يعني، بس انا هنجيبها نحطها في التلاجة. وانا جايبه عيش بس انا هسيبه هنا، ودي بقى الحاجات دي كلها حاجات تتحط في التلاجة. ليمون، زبادي، بصل اخضر، ده اسمه ايه ده، فجل كوري، كوسه. انا جايبه الفجل الكوري والكوسه والبصل الاخضر علشان في وصفه هعملها النهارده ان شاء الله معاكم، اللي هي بتاعت الكابوريا. هنعملها على الطريقه شوربه ان شاء الله. انا ساعات بالليل بيبقى نفسي في حاجات وانا بطلب، وبعد كده يعني مودي بيتغير، بس انا برضه لسه صاحيه من النوم، فممكن ارجع تاني احس ان انا عايزه اكل كابوريا عادي. عماله احاول افضي حته في الثلاجه عشان احطها، بس كده الحمد لله. حاسه ان انا عملت ماراثون. انا هشغل حاجه. نحييكم بتحية تمثيلية إذاعية تحمل عبق الزمن الجميل، ونأخذكم في لحظة. يلا يا عم. إن ما تستمعون إليه الآن لسه كل ده بيتكلم. تمثيلية إذاعية. مين ده؟ حكايات راديو زمان. مين الغلطان؟ الزوج ولا؟ طالما اجتمعت حولها الآن مع تعالوا نضحك سوا. الحمد لله يتركنا. تعالى يلا بينا. وتمثيل مش عارفه تبلع وصلت قد ايه ونسكت كمان. طب لو سمحتي افتحي بقك وقولي يا استاذ فضلك، انا عايزه هي اللي تقول يا استاذ. هي تعبانه يا دكتور. معلش يا سيدي انا هعالجها. احنا عايزين نعمل لون البشرة. خلاص يا سيدي خلاص. فده بيتعمل من احمر واصفر وابيض. اللي هو السن
شوف يا سيدي، انا هاخد العمليه 2000 جنيه. ايوه، اوضه العمليات 800 جنيه. ايوه، مساعد دكتور بنج 800 جنيه. ايوه، مساعد اول دكتور بنج 700 جنيه. جايبه ابيض كبير عشان بستخدمه كتير. مساعد اوضه العمليات 300 جنيه. مساعد اول اوضه العمليات 200 جنيه. واكراميات اوضه العمليات 500 جنيه. ده غير مصاريف المستشفى والادويه وعمال النظافه. يعني كله كده على بعضه هيكلفك 12000 جنيه. 12000 جنيه. واتعملت عملية اللوز وطلعت الفاتورة ب 12000 جنيه، وخدها الأستاذ منصور جوز الست وراح لحماه. حماه مين؟ عم فوزي. مساء الخير يا عم فوزي. اهلا يا منصور، ازاي يا عزيزه؟ الحمد لله، عملت لها العمليه والحمد لله. اتفضل بقى اهي. ايه دي الفاتوره بتاعت العمليه 12000 جنيه. 12 ولا 13 جايبها لي انا ليه؟ مش سيادتك تدفعها. وادفعها انا ليه؟ عشان انا مش كروديا، مش مختوم على قفايا. كروديا ايه وقفاك ايه الحكايه بالظبط؟ عشان بنتك دي كان لازم تعمل لها العمليه وهي صغيره. كرة في التلفزيون. أو وكان بين الصغير شايفين اللون؟ والثانية بذاكر. ولا مش شايفين؟ دخل على أبوه بس أنا هستخدم بقى الفرشة الصغيرة. جامد جدا وقال له في ايه؟ هي جبال القلب فين؟ اسأل امك، ما هي اللي بتحط حاجه مش مطرحها. الواضح ان دي تمثيلية، يعني واضح ان هي حاجات قصيرة كده مضحكة المفروض يعني. انا حطيت مية كتير قوي فعشان كده اللون مش عامل ازاي. محتاجة اقلل المية. يا ليل يا ليل يا ليل. سعاد عاوز ايه؟ انا قايم دقيقه واحده بس. على فين تاني؟ اصل فين؟ في هناك رز بالمكسرات يجنن، اجيب لك معلقه. مش عايز ايه؟ الله، طب ما هم سالوني فعلا. يا ستي سألوك قالوا لك ايه؟ واحد منهم مسكني وقال لي الاكل اللي انت بتاخده ده كله انت خاص بالاكل، الدور خاص بس بذبح الفراخ قبل ما تتشوي. اتفضل حضرتك فوق. وطلع يا عيني الراجل اللي فوق لقى واحد تاني من اللي شغالين في المطعم، فقال له من فضلك انا عاوز اكل من شويه. ده كله سرور يا فندم، بس هنا قسم تنظيف الفراخ قبل ما تتشوي. اتفضل حضرتك فوق. واتقطع نفس الراجل وطلع فوق وهو متغاظ ومتنرفز، فلقى واحد تاني فقال له اذا كان طالع ولا نازل. المهم طلع فلقى واحد. من فضلك انا جعان، قصدي انا متوفي، قصدي لا انا اصح جعان. انا عايز اكل فرخه، عايز اكل فرخه مشويه بسرعه. احنا اسفين يا فندم، المحل لسه جديد وما فيهوش ولا فرخه، بس ايه راي سيادتك في النظام بتاعنا؟ هو كويس قوي، بس الحقيقه يعني النظام بتاعكم ده ناقصه حاجه واحده بس. ايه هي؟ غرفه الانعاش. الاسكتلنديين مشهورين جدا بالبخل. في يوم بعد ما واحد قبض مهنته قابل راجل بتاع يا نصيب، اشترى منه تذكرتين. بعد كام يوم جاله بياع يا نصيب وقال له ألف مبروك يا جوني، ألف مبروك. خير في تذكرة من التذكرتين اللي انت اشتريتهم كسبت عربية. انت بتتكلم جد؟ جد. انت ايه مالك، في ايه؟ وشك اتقلب وكشرت ليه؟ زعلان انا الفلوس اللي ضاعت. مستنيه سيادتك تقول لي ادخلي يا اللي بتخبطي، لان انا انثى. وهعرف ازاي اذا كان اللي بيخبط راجل ولا انثى؟ الراجل لما بيخبط يا فندم على الباب مش بيخبط، ده بيرزع بيد، لكن الانثى بتخبط برقه. اهلا وسهلا يا سناء. خير، قولي لي قبل تشربي؟ لا يا فندم متشكره قوي، مفيش داعي. عظيم جدا. انا احب الموظف والموظفه اللي اقول له تشرب ايه يقول لي مفيش داعي. ده يبقى موظف شايف شغله، موظف ملتزم، ما هواش ديني، ما هواش رمرام، ما هواش ممدوح. في انا يا فندم جاي لسيادتك. فكرتيني. مش انت المسؤول مفتاح النجاح. ايوه، كلمة مرة واثنين وثلاثة.
هنوصل للاخر اللي احنا عايزينه ان شاء الله كده تكرري. تعالوا نضحك سوا. مش شايفة حاجة. انتوا شايفين حاجة؟ حاسة ان هنا فاضي. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. اخيرا بقى بعد مرة بصوا الوان الغروب بقت حلوة قوي. احط عيش في الفرن عشان نعمل ساندوتش كده بالجبنة. العيش اللي احنا سايبينه احط شوية في الفرن وبعد كده احط عليه الجبنة. اعمل سلايس واحد بس علشان ده كده يعني سناك لحد ما اعمل الاكل. بس انا ما بقيتش احب افطر قوي، وانا في العادي اصلا ما بحبش افطر قوي، دايما بفطر مثلا فاكهة او حاجة جرانولا بالفواكه او حاجة كده. بس انا الفترة دي مش عايزة افطر جرانولا، بستخدمها تحلية بعد الاكل اكشلي يعني. بس فانا هسيبه يسخن شوية وبعد كده بعد ما يتحمص شوية احط عليه الجبنة. اول ما العيش خلاص اتحمص كفاية هخرجه واحط عليه الجبنة. الجبنة اصلا شريدد عشان تسيح على طول. انا مبحبش افتح النور بعد ما الشمس ما تغرب لحد ما الشمس تغرب خالص. بحب جدا كده، معرفش ليه، من زمان يعني. انا مركزة بس عشان ما اوقعش الجبنة في كل حتة ده وبهدل اسمه ايه الفرن. عارفة انتوا مش شايفين حاجة، هوريكم ثواني. كلنا هنشوف كل حاجة دلوقتي. بس يعني بصوا الغروب شكله حلو ازاي. انا قلت ان هو اهم بكتير من ساندوتش الجبنة دلوقتي. اهي الجبنة، بس ارجعها بقى تاني. هعلي النار شوية اهو نور. ونرجع الجبنة تاني. دي لحمة بالعظم انا كنت عاملاها شوربة، بس دي مش هناكلها النهاردة. طب انا هعمل فين الشوربة؟ مفكرتش انا في الحوار ده. انا عندي حلة واحدة بس. هنعملها فين؟ هنضطر نطلع الحلة التانية. الحلة التانية دي انا مش بحبها قوي علشان بتقعد كتير لحد ما تغلي وكده، بس غالبا هضطر اطلعها، يا اما انقل ده في الحلة التانية او انقلها في علبة. هنشوف هنعمل ايه. مش هفكر دلوقتي في الموضوع ده، هاكل الاول عشان يبقى عندي طاقة. ايوه يا فندم، شركه ابو الولد للسياحه والفنادق والمواصلات وتصليح هو ساحب وبقى تمام. عايز اي قسم منهم ثانيه واحده. ايوه السياحه. بصوا الالوان بقت عامله ازاي. الجبنه لما بتبقى سايحه بتبقى حلوه قوي. باين المطه كنت بره في الشارع دلوقتي. انا كنت بعمل اديت لفيديو كنت سايباه ينزل على الموبايل، فما كنتش عارفه اصور وكنت جعانه قوي، فانا ابتديت اعمل الرز وقررت ان انا هعمل هسخن الشوربه اللي انا كنت عاملاها امبارح بصراحه عشان جوعت زياده عن اللزوم. وهعمل كده تأليفه صلصه وثوم ومش عارفه ايه اكلهم جنب الرز والشوربه. بس انا قطعت الثوم، هشغل بقى النار على اللحمه، والرز خلاص قرب يستوي، ونعمل بقى الصلصه دي التأليفه دي. هنا في صلصة وعصير طماطم كده اهو. ده يعني بجد انقذني لان هو عبارة عن عصير طماطم بس، فبينقذني بقى في اي طبيخ او كده. احط بس شوية، مش هحط كتير، بس كده. وبعد كده هنحط عليها هقول لكم
سكر علشان انا دقتها لقيتها لذة جدا، بس شوية مش كتير قوي. و هي بغض النظر ان هي مزة وانا اصلا هحط عليها خل وانا بحط سكر، بس معرفش هو كده تظبط. حاسة ان الرز استوى، دي حقيقة، بس انا عايزة اقلبه. اشيل القرنفلية والحبهانية علشان ماكلهمش. وايه ايه الحاجات اللي فيه دي؟ بس انا هقلبه عشان مش عارفة اقلبه عشان بصور بايد التانية. وخلاص الرز استوى، انا هطفي عليه النار بس هسيبه كده يكمل مع نفسه. دي علشان مبلولة فعشان كده عمالة تعمل اصوات. نعمل بس حط خل، احط حبة مش كتير. بعد كده بقى نحط كمون. انا حاسة ان هو يعني انا في الاخر بعمل حاجة عاملة زي بتاعة الفتة، بس دي ساقعة بقى. عاملة زي بتاعة الكشري مثلا، مش عارفة والله. بس انا كنت عايزة اعمل سلطة بس انا ما عنديش طماطم، فقلت بقى انا عندي صلصة طماطم، فقلت بقى الف التأليفة الجبارة اللي انا الفتها دي. انا بدور على كزبرة، هي دي كزبرة. كل التوابل بجيبها من مصر لان ما في يعني مثلا كزبرة ناعمة دي ما بلاقيهاش خالص بجد، وعشان طعمها اللي انا متعودة عليه فانا بحب اكتر اجيبها من مصر. واخر حاجة نحط بس سنة ملح بسيطة. خلاص كده، معرفش طعمها هيبقى ايه بس هنكتشف لما هناكلها مع الرز. عشان انا مش هجربها غير لما اكلها مع الرز ان شاء الله. شكلها interesting صح؟ ايه يا ستي السيمفونية اللي انت عاملاها دي؟ دي بقى اغرب. بصوا اصلا الرز فضل سخن ازاي مع اني قافله عليه مثلا بقالي ربع ساعة، علشان بس كنت حاطاه بواقي الحرارة من النار. و الشوربة حط الاول العظم، هو ده 3/4 عظم فده مش لحمة يعني قوي. هتحسوا ان الكمية كبيرة لكن هي حتتين لحمة مثلا او اقل كمان، فبس بيعمل منظر. بس انا بستمتع باللحمة دي اكتر بكتير من اللحمة اللي هي تبقى قطعة كده، بس بحب قوي اللحمة اللي جنب العظم. انا اصلا من ساعة ما جربت الموضوع ده وانا مدمنة. انا مش عارفة انتوا كنتوا شايفين ولا لأ، بس يعني اهو شكلها كده بقى اوحش صح؟ عيش الجوع بيعمل فيا حاجات غريبة. بحاول احافظ على ان الشكل يكون حلو، في نفس الوقت بحاول احافظ على اعصابي. كده مش عارفة اشيلها اصلا، وبعدين يعني انا بقول ان انا مش عارفة اشيلها وبرضه لسه بصب، يعني انا مش عارفة بعمل كده ليه. و هحط فلفل اسود، وهاخد معايا الملح علشان ببقى عايزة املح اللحمة نفسها. في كده عندي ميكس فلفل اسود وملح مع بعض فده هاخده. احنا ممكن نحل الازمة اللي انا عملتها دي بان انا اشيل حتتين كده من الشوربة احطهم هنا جنب الرز، مش حاسة بأي فرق. كده ارجعهم تاني كده بيتهيألي بقى اعرف اشيلها. انا اليومين دول او يعني امبارح ابتديت خلصانة بشياكة، مع اني اتفرجت عليها مرتين قبل كده، دي تالت مرة عشان انا بحبها قوي، بس انا مش فاكرة انا كنت في انهي حلقة. فهشغل خلصانة بشياكة
انا اصلا بحب قوي، يعني انا بحب تمثيليه تانية اسمها في لالا لاند. مش عارفه لو انتوا عارفينها، بس هي اذا انا اتفرجت على كل الحلقات دي، ايه الهزار ده؟ أم... في لالا لاند ديت طياره وقعت في جزيره، وبعد كده هما بقى فضلوا على الجزيره دي. كوميدي بتاعت دنيا سمير غانم. أم... بحبها بطريقه مش طبيعيه، اتفرجت عليها 4 مرات مثلا ولا حاجه. دايما بتفرج عليها قبل ما انام، بتهديلي كده اعصابي. فانا دايما بحب، وخاصة بشياكة برضو، العالم انتهى بعد ما حصل خناقة ما بين الستات والرجالة. فكرة أصلا بالنسبة لي عبقرية، وبتخليني أبص على حاجات كتير قوي بطريقة مختلفة، واحنا هيبقى شكلنا عامل ازاي كبشر لو احنا على طبيعتنا 100% من غير أي تدخلات. فحاجة عبقرية بالنسبة لي. فأنا دايما بحب الحاجات اللي هي ايه، مش حياة طبيعية كده. مش عارفة، منفيين على جزيرة، مش عارفة العالم انتهى، مش عارفة ايه الحاجات دي. بتثير فضولي قوي، وبتخليني افكر في الحياة عامة بطريقة مختلفة تماما. بس فشغلتها. راجل ابو الدرر صح كده؟ النسوان هم سبب كل القرف اللي في الدنيا، ولا ايه يا نوح؟ نوح فين نوح؟ فين نوح؟ بيقول لك فين نوح؟ معنى كده ان في ذكر سارح في المعسكر؟ فتيات ارفعنا حالة الطوارئ. طارق يا بنت انت، ده اخويا هيضحك. يا جماعه استنوا يا جماعه كده، يا جماعه نوح كان قاعد معانا فعلا من شويه بيسمع الحدوته، وبعدين بطنه وجعته قوي بقى، قاعد يقول اه يا بطني وجعاني مش عارف ايه وبتاع، فقال ان هو هيمشي، هيسبقك على المعسكر وانت بقى حصلت. وانت عرفت منين؟ انا ما هو جه في وسط بتاع، ما شفتوش؟ جه في وسط الحكي كده بتاع الحاج، وقال لي بقول لك يا محمود بقى قول انت السلطان عشان بطني وجعاني قوي مش عارف ايه وبتاع، قول انت السلطان عشان الحاج انت عارف بيسترسل في الحكي مع الدهون الموجودة دي. يا ريته كان قاعد معانا دلوقتي وسمع الحدوته دي عشان يتعلم ان النسوان هم اساس الغم كله. ولا يا نوح فين؟ نوح يا عم بقول لك ماشي لما يرجع اقول له انا بحب احمد مكي بطريقة مش يا طبيعية. عم هو سلام هجرب سنة صلصة على رز. ده انا اسفة. انا خايفة. عاملة زي الكشري. عالي قوي الصنف ده والله حلوة. عالي قوي. بعد الشوربة دي عشان هي فيها دهون أنا محتاجة أحبس. فهنعمل شاي عشان نحبس بيه. نحبس دي الكلمة اللي احنا بنقولها المصرية، بعد ما بناكل بنحبس بشاي، بنحبس على الأكل. مش عارفة بنحبس ايه بالظبط، بس هي فعلا بتحبس. أنا شلت الهدوم بس عشان يبان إن أنا مهتمية بتنظيف الشقة، بس دي هدوم كنت لبستها نزلت بس أجيب بيها حاجة. السكر نعمل الشاي. ما انا هعمله اللي هو انهي الكشري، احنا بنسميه فيه شاي كده بنسميه شاي كشري، مش عارفه اللي هو انهي. بس انا هعمل الشاي اللي هو انا هحط السكر والشاي هنا وهغلي بس الميه واحطه هنا، تقريبا ده الكشري صح ولا ايه؟ بما انه بيتقلب هنا فده الكشري صح، مش يعني مش هغليه هنا. انا في اغاني كده بسمعها بجد بتحسسني باشتياق لمصر مش طبيعي بجد. مش الاغاني اللي انتم متوقعينها، يعني مش اغاني ام كلثوم وعبد الحليم ومش عارفه ايه، لا. الاغاني اللي هي حسن الماية دي كتير. الاغاني اللي انا متعوده اسمعها لما بنزل مصر، الاغاني اللي اخويا بيسمعها، الاغاني اللي بنشغلها مثلا في العربيه واحنا ماشيين رايحين في حته، واحنا مثلا مسافرين، الاغاني اللي بتبقى ترند ساعتها كده. ففي اغاني كده اشتغلت بالصدفه، انا كنت مشغله عادي وبعد كده اشتغلت اغاني مش عارفه لمين، للناس اصلا يعني انا في العادي مش بسمع لهم خالص، بس هي الاغاني دي بتفكرني. حاجات مش عارفه اسمهم ايه، عشان انا اخويا تقريبا بيسمع الويجز وبيسمع لمين تاني مش عارفه والله، انا ما بسمع لهمش خالص اصلا خالص. يعني عمري ما انا اعمل سيرش على اغنيه واجيبها لويجز مثلا، ولا مش عارفه ليجاسي وناس كده كتير تاني. وبعدين انا علشان منفصله بقالي شويه عن ايه بقى الترندات والاغاني الجديده اللي بتنزل ومش عارفه ايه، فببقى اصلا مش عارفه هما بيسمعوا ايه. بس فالمهم يعني ففي اغنيه منهم اشتغلت، فانا بقى حسيت عارفين اللي هو كاني
سافرت بالزمن، او سافرت مش بالزمن، سافرت من مكاني transported، معرفش ديت اللي هي ايه، مش الزمن يعني. كان عندي نعناع، هنعمل شيء يعني هنحبس بجد، يعني هنحبس وعلشان كمان يرفرش كده الطعم، علشان بتاع الصلصة دي بتحط فيها توم، انا مش عاجبني طعم التوم، فهنحط النعناع ده ريحته حلوة قوي قوي قوي. هم عندهم كذا نوع نعناع، فده بقى ده اللي انا اكتشفته يعني مؤخرا، علشان احنا بنروح نجيب نعناع بس كده، ما بنركزش بقى هو نوعه ايه ولا اي حاجة، بيبقى على حسب هو الراجل ناوي يبيع ايه فده بقى النعناع ده سويت زي بتاعنا، عشان انا كنت الانواع التانية اللي انا كنت بجيبها كانت دايما بتبقى مرة كده شوية، وانا مبسوطة قوي ان انا عرفت الفرق. انا يعني بحب النعناع كتير، عشان كده تلاقيني عمالة ازود نعناع. عايزة ابقى احط منه شوية في مية واخليهم يطلعوا جذور وازرعهم، بس انا دايما بعمل كده وبوصل لمرحلة الجذور وبعد كده بسافر مصر بيموت بس فالمهم بقى، فانا سمعتها فحسيت ان انا رحت بقى بالزمن عندنا في الصالة في البيت، او مثلا رحت وانا في العربية وانا راكبة، يعني انا وبنت خالتي صحاب، فدايما بنسافر مع بعض كده، فرحت واحنا ماشيين في العربية، واحنا في العربية رايحين مسافرين حتة او كده، فالموضوع غريب قوي. وبعدين ايه، فانا قلت ايه، يمكن انا عندي اشتياق لمصر، قلت يعني انا ما ربطتهاش الاول خالص بالاغنية، وبعد كده قلت ان انا عندي اشتياق لمصر، وبعد كده وقفتها وشغلت حاجة تانية فبقيت عادي، المية غليت. بعد كده رحت مشغلة تاني اغاني برضو، فراحت الاغنية اشتغلت، حصل نفس الحاجة تاني، نفس الشعور تاني في ساعتها. فعرفت بقى قد ايه انا يعني انا معرفش كل الناس كده ولا لأ، بس انا بجد الاغاني بتنقلني بالزمن لأيا يكن الوقت اللي انا كنت بسمعها فيه. يعني انا في عندي اغنية كده كنت بسمعها في وقت معين، كنت مسافرة فيه، كان في فترة كده سافرت فيها ألمانيا، بس كانت فترة قصيرة قوي، هما كانوا 24 يوم بس، كان في كورس كده ألماني، كانت منحة كورس ألماني خدته، كان مدة 24 يوم. فكنت بعمل الفطار في مرة، وكنت أنا مشغلة الراديو، ما كنت مشغلة التلفزيون، كانت يعني هو يعني عندها راديو، أنا كنت قاعدة مع ست في البيت، هي يعني بتأجره للإنستيتيوت اللي أنا كنت تبعها، اللي أنا كنت رايحة تبعها، فهم بقى كانوا مأجرين البيت ده كنت قاعدة معاها، فهي كانت بتنزل تروح الشغل بدري، فأنا بقى الصبح وقت الفطار ده كنت ببقى لوحدي في البيت، فكنت بشغل الراديو مش التلفزيون، فكان الراديو بقى كان مشغل أغنية أول مرة أسمعها كانت هناك، الأغنية دي عجبتني قوي وعملت عليها سيرش ومش عارفة ايه ونزلتها وكده. الأغنية دي كل مرة بسمعها، ده عربية إسعاف عدت عملت نور أحمر خدتهولكوا كل مرة بسمع الأغنية دي برجع لنفس اللحظة اللي أنا كنت فيها واقفة ساعتها وأنا بعمل الفطار وبحطه على الترابيزة، وبحس بالأجواء، ولو ركزت شوية ممكن أشم الريحة اللي أنا كنت شماها ساعتها، ولا فاكرة أنا باكل إيه وكل حاجة. فالموضوع غريب بطريقة مش طبيعية. الروايح يعني مثلا البرفيومز اللي أنا كنت بحطها في أوقات معينة، لما بشم ريحة البرفيوم دوت برجع بكل المشاعر اللي أنا بحس بيها أو كنت حاسة بيها في الفترة دي وأنا بحط البرفيوم ده بجد. يعني أنا كان في برفيوم واحد بس كنت بحطه في مصر، كده لما جيت هنا وقفته شوية وكنت بحط واحد تاني. أول ما بشم ريحة البرفيوم دوت برجع اللي هو أنا نازلة، أنا دلوقتي في صالة بيتنا أو دلوقتي في الأوضة، بجهز علشان نازلة رايحة في حتة، أو مثلا بفتكر المكان اللي أنا كنت فيه بس من مجرد ان انا بشم الريحه. الموضوع بجد عجيب بطريقه مش طبيعيه. هو الموضوع ده يعني بيحصل لي من زمان، يعني حتى البرفيومز بتاعتي القديمه لما بروح مصر وبشم ريحه البرفيومز بتاعتي اللي انا سايباها بقالي كتير، في برفيوم معين لما بشمه برجع لفتره الجامعه، في برفيوم معين لما بشمه برجع لفترة ان انا لما كنت في ثانوي كده وفي اعدادي، عشان دوت دي البرفيومز اللي انا كنت بحطها. في برفيوم بتاع ماما قديم لما بشمه برجع بالزمن للفترة اللي انا كنت بشم فيها البرفيوم دوت، كنت هي دايما بتحط برفيوم معين لما كنا بنبقى مثلا رايحين خروجه او رايحين مصيف او مش عارفه ايه، فلما بشم البرفيوم دوت بفتكر واحنا في المصيف رايحين مثلا المطعم ناكل او حاجه زي كده، لان هي كانت بتبقى حاطه البرفيوم ده في الوقت ده.
فالموضوع عجيب بطريقة مش طبيعية بجد. هو ممكن يكون هي حاجة بتعدي علينا كده بسهولة وما بنركزش فيها، بس أنا النهاردة الموضوع عدى عليا، ويعني الموضوع اتأكد لي لأن أنا الأغنية بس لما بتشتغل تاني بحس بنفس المشاعر دي تاني. فالموضوع بجد عجيب. أنا دلوقتي بس في دماغي الروايح والأغاني، بس أنا مش عارفة لو في أي حاجة تانية. بس أنا الروايح دي من زمان أوي عندي، بس أنا مكنتش عارفة إن والأغاني برضو اللي هي بتاعت ألمانيا دي بالذات، أنا كنت عارفة إن أنا كل ما بسمعها بفتكر ألمانيا. في أغاني معينة لما بسمعها مش يعني في ناس مثلا بيلينكوها بشخص، يعني مثلا لما بسمع الأغنية دي بفتكر الشخص ده، أنا بفتكر فترة، بفتكر إحساس، شعور، برجع للحظة، فاهمين قصدي؟ فموضوع interesting جدا بجد. ريحته حلوة قوي بجد. أنا بحبه خفيف ومسكر، اللي بالنعناع، اللي باللبن بحبه تقيل. يا ابن السلكاوي. حضرموت الجيزه، حضرموت الهرم، حضرموت المنيل، حضرموت الويلي، حضرموت العاصمه الجديده. ايه انت هتحنيق؟ الكوتشينه ما فيهاش غير 5 حضرموت. ايه ده مضروب ده ولا ايه؟ مضروب ولا كان في جيبك؟ هات يا اخويا، هات يا اخويا الزمزميه. نحلي بقى. هي الساعة 3:30. بس أنا عايزة أحلي. 3:30 دي يعني أنا قدامي ساعتين كده وانام ولا حاجة. محدش يعمل زي اللي أنا بعمله ده، محدش يعمل زي اللي أنا بعمله ده. ده مش حاجة لذيذة. بس أنا حتى عايزة أقول لكم يعني إن أنا حتى لما كان بيبقى عندي شغل، بيبقى عندي جامعة، بيبقى عندي أي حاجة، كنت دايما برضو ببقى قلبة نومي كده حاجة يعني طول عمري نفسي أغيرها. نفسي عارفين الناس اللي بتنزل تجري الصبح دي، نفسي بجد أبقى الشخص ده في يوم من الأيام. بس ما معرفش، أنا والصحيان الصبح معرفش مالنا. أفضل حاجة بصحاها وأنا يعني ما ورايش حاجة بمزاجي، بصحى مثلا 11. يعني حتى في الأيام الأجازة اللي بتاعت الشغل كنت أنام بقى، أصحى مثلا على الساعة 11 12 واحدة عادي جدا. والجامعة برضو نفس الحاجة. الجامعة كنت ببقى رايحة دايما نايمة مثلا 4-5 ساعات معرفش. فأنا مؤمنة جدا إن في ناس تقريبا ربنا خالقهم إن هم يصحوا بالليل ويناموا الصبح، معرفش بصراحة. مع إن أنا بحب الشمس جدا جدا، يعني ما تفهمونيش غلط. أنا خلصت علبة الزبادي دي، هنفتح بقى اللي جت النهاردة. اسمه ايه ده. فانا بحب الشمس جدا جدا جدا، وبكتئب لما ما بشوفهاش على فكره. يعني لما بنام وبصحى اللي هو ما بشوفش الشمس بتضايق جدا. بس اليومين دول الغروب الساعه 8 هنا في كوريا، فحتى لما بصحى متاخر باخد يعني بشوف قدر كافي من الشمس، فمش بتضايق. وبحب بقى بالليل، يعني انا كنت بحبه في مصر علشان الدنيا بتبقى اهدى والشوارع بتبقى فاضيه والحركه في البيت نفسه بتبقى اقل، اللي هو الناس بقى دخلت نامت او كده. بس احنا على فكره احنا عيلتنا كلها كده، يعني حتى ماما. حتى ماما يعني ماما وبابا بابا الوحيد تقريبا اللي بينام بدري في البيت. بحب اكل وش الزبادي. كنت بس معلقتين كمان كده، بس انا حطيت زبادي كتير بس مش مشكله. حتى ماما اصلا واخواتي كلنا نفس الحاجه. فعشان كده بالنسبه لي دي حاجه من زمان قوي قوي، حتى من وانا في المدرسه وانا صغيره، واحنا بننام متاخر وبنصحى متاخر. وعايزه اقول لكم ان انا بيبقى عندي طاقه اكتر بالليل. يعني انا مش عارفه لو انتوا واخدين بالكم، بس انا بركز اكتر وبيبقى عندي طاقه اكتر بالليل. يعني مش حاسين انا مهيبره سن، انا حاسه انا مهيبره سن. مع ان ده مش طبيعي خالص. المفروض ان انا يعني شويه وهنام اصلا. دي جرانولا بالشوكولاته. مش هحط كتير علشان انا مش عايزه يعني سكر كتير او كده. انا بس بحلي بعمل. بس انا واكله ايه كتير والله، يعني واكله الساعه مثلا 10 بالليل حاجه كده. الساعه دلوقتي 3:30، فبقالي كتير. طلع الفاكهه. دول ميكست بيريز. التلجية نزلت على رجلي. وأشعر نحط كريم على ايدي فمش عارفة افتح حاجة. فأنا أصلا يعني دايما بذاكر بالليل،
دايما بنتج بالليل يعني. انا عارفه ان كان في تصنيفه كده بتاعت، كانوا صنفوا الناس كده في فتره انه في ناس ليليه وفي ناس نهاريه وكده. بس انا يعني وحاولت كتير ان انا ابقى الشخص اللي بيصحى الصبح يذاكر ده، ما بتحصلش والله. بقعد كتير قوي عشان افوق اصلا وادرك انا فين في الحياه وبعمل ايه، وبعد كده افكر اذاكر بقى بعد ما الشمس ما تنزل. بحس ان في حياه المفروض ان انا اعملها غير ان انا ابقى قاعده بذاكر والشمس طالعه. يعني ابقى مثلا ساعتها بتحرك، بعمل انشطه تانية كتير، واخر حاجه اكون بفكر فيها هو ان انا اكون قاعده بذاكر والشمس طالعه. الشمس بالنسبه لي حركه، وبالليل بالنسبه لي تفكير. انا بنقي الحاجات. ده بقى ميكس اسمه ايه ده، tropical fruits. في اسمه ايه ده، مانجا و اسمه ايه، مانجا ودراجون فروت وبابايا. فانا باخد شويه من كله، بس انا عامله طبق صغنن علشان ده مش زي الفطار كده. كنت بعمل طبق محترم اللي هو يقضيني كذا ساعه. ومش عارفه انا سقعت فجاه ليه، مع ان الجو مش ساقعه، بس انا سقعت فعشان كده لابسه ده. اهو ده شكله. يعني انا سقعت، مش الحل المنطقي خالص ان انا اكل حاجه متلجه، بس كيف بيزل. انا لسه بتفرج على خلصانه بشيكه، تقريبا هخلصها كلها في يومين، مع ان انا اتفرجت عليها قبل كده، بس يعني الجلسة المفروض قسم المعسكر وبقاله 3 أيام نايم. نام يا حمار، ده مات. وبعدين اصلا بالسلامة يا حبيبي بالسلامة.